اسمي سي. اللي حصل ده كان الشهر اللي فات في يوليو. كنت في سان دييجو عشان بطولة سوفت بول، وكنت مأجر تريلر عشان أقعد فيه مع بعض أصحابي. كنا بنركب الاسكوترات بتاعتنا ونروح لبعض. خليك فاكر النقطة دي عشان السياق. في التاني يوم من البطولة رجعت التريلر عشان أخد دوش بعد المباراة. فجأة سمعت خبطة جامدة على الحيطة من الناحية اليمين اللي بتواجه برة التريلر. طنشت وقلت يمكن أخويا بيلعب. لما خرجت من الدوش جات لي رسالة من واحد من صحابي بيطلب مني أروح بالتريلر بتاعي وأجيب عصاية البيسبول البلاستيكية عشان نلعب. جمعت كل حاجة وابتديت أركب على الاسكوتر بتاعي. وأنا راكب سمعت كحة شبه كحة المدخنين جاية من الشجر. خفت ووقفت وبصيت على الشجرة. قام راجل وسخ في منتصف العمر من ورا الشجرة وابتسم لي بطريقة غريبة ومخيفة. من غير تردد انطلقت بالاسكوتر بتاعي وما بصيتش ورايا. أخيراً وصلت لتريلر صاحبي وبدأنا نلعب بالكرة البلاستيكية. في وقت من الأوقات كنت أنا اللي بضرب الكرة وضربت كرة خطأ راحت في الشجر. دورنا على الكرة لمدة ساعة تقريباً وما لقيناهاش، وفي الآخر استسلمنا. وإحنا بنرجع الكرة جت لحد عند رجلي. لما بصيت ورايا شفت نفس الراجل اللي شفته قبل كده. كلنا صرخنا وجرينا جوه التريلر وقلنا للكبار. للأسف ما صدقوناش وفكروا إننا بنهزر. بعد كده أنا وعيلتي رجعنا للتريلر بتاعنا، لكن ما قدرتش أبطل أفكر في الراجل. كنت مرهق جدا، وفي الآخر نمت حوالي الساعة الثانية صباحا. صحيت من غير سبب واضح وحاولت أرجع أنام. قبل ما أكمل لازم أوضح إن في شباك صغير جنب راسي في السرير وعليه ستاير صغيرة. لاحظت ضوء صغير بره وحركت الستارة عشان أشوف. اللي شفته بعد كده رعبني. الراجل اللي كان في الشجر كان واقف بره وبيسلط كشاف على الشباك. أنا متأكد إنه شافني، لأنه أول ما بصيت جري على الشباك وضغط وشه على الزجاج وبدأ يخبط عليه. كان بيعمل أصوات غريبة وبيقول كلام يخوف، حاجة قالها لسه بتخليني أرتعش لحد النهاردة. بصلي في عيني وبدأ يصرخ هو هيجيبك، هو عارف مكانك ومش هتقدر تهرب منه. وافضل يكررها. صرخت بأعلى صوتي وصحيت أهلي ونبهت حراس الحديقة. أهلي جريوا على الأوضة وحراس الحديقة مسكوا الراجل بره. اتصلنا بالشرطة اللي قبضت عليه. طلع إنه كان متحرش بالأطفال وكان بيراقبني طول الوقت اللي كنا فيه في التريلر بارك. لسه بفكر إيه اللي ممكن كان يحصل لو ما كنتش صحيت في الوقت المناسب. اسمي بيانكا وأنا عايشة في كينيا. عندي 15 سنة، لكن القصة دي حصلت من سنتين. ده شيء مش هنساها أبدا. عيلتي قررت إنها تاخد رحلة للساحل في مومباسا. كنت مع بعض من قرايبي وأخواتي، وبعد أسبوع تقريبا قررنا نروح الشاطئ. قعدنا لحد الغروب، وبعد كده أهلنا قالوا لقريبتي الكبيرة تسوق بينا للبيت الساعة 9 مساء، وهم راحوا لنادي قريب. كل واحد كان بيعمل اللي على مزاجه على الشاطئ. كنت مع قريبتي خلينا نسميها جين. جين كانت قريبتي المفضلة وكنا زي الأصدقاء المقربين. وإحنا بنمشي على الرمل لاحظت حاجة على الأرض. كانت 1000 شيلينج، مبلغ كبير في كينيا. فرحت ورفعتها. أنا وجين قررنا نخبي الفلوس وما نقولش لإخواتنا عشان ما يطلبوش يقرضوا منها. ما قدرناش نبطل نتكلم عن إيه اللي هنصرف الفلوس عليه. الساعة 9 مساء قريبتي ساقت بينا للبيت. المكان اللي كنا قاعدين فيه كان فيه 6 أوض نوم، وكنت بشارك واحدة مع جين وبعض البنات القريبات التانيات. أنا وجين شاركنا السرير الليلة دي. قعدنا نشوف فيديوهات على يوتيوب قبل ما ننام. فجأة صحيت الساعة 4 صباح. افتكرت إني سمعت حد بيتكلم، فقلت يمكن قرايبي لسه صاحيين. حاولت أقوم أروح للمطبخ أشرب مياه، لكن ما قدرتش أحرك رجلي ودراعي. حاولت أنادي على جين، لكن ما طلعتش أي كلمات. الفزع بدأ يسيطر عليا وعيني كانت بتدور في الأوضة. ساعتها شفته. جنب الباب كان في شكل أسود لراجل. كان طويل حوالي 6 أقدام و5 بوصات، وكان لابس معطف طويل. قلبي بدأ يدق بسرعة لأني عرفت إن مفيش حد في عيلتي عنده معطف بالشكل ده. الشكل ده بدأ يطفو وأنا بدأت أتعرق ببرودة. بعد كده سمعته بيتكلم بصوت واطي يخوف. رجعني للمكان اللي لقيتني فيه. كنت مجمد من الخوف مش فاهم هو كان يقصد إيه. فجأة حسيت بإيدين بيهزوني وصحيت بتلهف. كانت جين. قالت إنني كنت بتنفس بسرعة وعرقانة. لما سألتني إيه اللي كان حصل قلت لها إنه كان مجرد حلم سيء. فضلت صاحية أشوف تيك توكس لحد ما طلع الفجر بحاول أنسى الإحساس ده. تاني يوم رحنا للمتحف.
قدرت أنسى الحلم لفترة. أنا وجين صرفنا الفلوس اللي لقيناها وكل حاجة كانت طبيعية. لكن الليلة دي حصل تاني. صحيت على جين بتقولي إذا كنت بخير. المرة دي قلت لها عن الحلم. حضنتني وحاولت تهديني، لكن ما قدرتش أنام. الموضوع اتكرر لعدة ليالي. جين بقت قلقة وحكت لأهلي عن الكابوس المتكرر، وانتهت الرحلة أخير. لما رجعت البيت كنت حزينة على بعدي عن جين. الليلة دي رحت للنوم وأنا فاكرة إن كل حاجة هتبقى تمام، لكن الكابوس رجع تاني. بس المرة دي كان أسوأ. الراجل كان أقرب مني، قدرت أحس بوجوده حوالي. مرتعشة سألته ليه بيعذبني، رده خلاني أبرد من الخوف. رجعني للمكان اللي لقيتني فيه. أخيرا فهمت إنه كان بيتكلم عن الفلوس. قلبي غرق لأني كنت صرفتها. مذعورة قلت له الحقيقة. الراجل بدأ يتمتم بكلمات غريبة. قبل ما أقدر أرد دخل جسمي. ألم رهيب اخترقني، وبعدين كل حاجة بقت سوادة. لما صحيت كنت في سرير المستشفى. أمي كانت قاعدة جنبي مرعوبة. قالت إنها سمعت صراخي وجرت على أوضتي. لقيتني بضرب راسي في الحيطة لحد ما أغمي عليا ونزفت. حكيت لها كل حاجة، الأحلام، الراجل، الفلوس. خدتني للعلاج النفسي، ومع الوقت بدأت أتعافى. من وقتها ما حلمتش الحلم تاني، لكن عمري ما نسيت كلمات الراجل أو الدرس اللي علمني. بعض الحاجات الأحسن تسيبها مكان ما تلاقيها.